قلت لهم طب اسالوا الناس، انتوا بتظلموا الناس ليه؟ اسالوا الناس يا عالم، انتوا عايزين قصه حلوه يؤدونها لكم، ممثلين متوسطين او ممثلين بيقدروا يوصلوا لكم الكلمه والمضمون والبتاع سليم، ولا بنت حلوه وجنبها بنت احلى وحلاوه في حلاوه واي موضوع وخلاص؟ هيقولوا لكم لا، عايزين القصه كويس. انما اخواننا بتوع لبنان اللي مبوظين الدنيا هم اللي وهم المسيطر، ولا في سودة ولا في ممثل بتسعيره. وعيب ابص الاقي محمود المليجي لغايه دلوقتي شاب اليوم. ليه محمود ما ياخدش 5-6 آلاف جنيه زي البطل؟ لا، ليه محمود مرسي ما ياخدش 8000 جنيه زي البطل؟ الله، لو محمود مرسي لما بتفرج عليه انا على الاقل بخرج بغزل، راجل عامل لي دور فني بغزاني، مش واحد بيقابل واحده ويتخانقوا مع بعض وابوها يخش. انا مالي ومال، انا عايز واحد يعمل لي شخصيه تغذيني. فاللي بيغذونا مين؟ استاذ محمود مرسي، محمد توفيق العظيم اللي ما حدش عارف قيمته، والاخ محمود المليجي. وانا بعتبر نفسي معاهم، مش عايز بعمل كاركتير مجموعه قليله من الناس. فاحنا ليه ما يدوناش؟ عيب. يعني ليه بيعملوا استاذ صلاح منصور، من فضلك عاوز اناقشك في نقطه مهمه. ما دام ذكرت اسماء المليجي ومحمود مرسي، عاوز اناقشك لما شفتك في فيلم الزوجه الثانيه. ايوه. وكان هذا في رايي من اعظم الاعمال في تاريخ السينما، لا شك في هذا. أيوة. وكان دورك دور منفر للغايه. أيوة. ادوار الشر او ادوار اللا خير. أيوة. او الوجه الاخر للطيبه. الأدوار دي حبيبة إلى نفسك لأنها فيها معاناة؟ حبيبة لأنها بتجعلني أدخل معركة فنية مع نفسي. معركة فنية مع نفسي. اسمح لي أحيي التعبير ده. يعني أنت بتحس باستمرار أنك أنت في تحدي. ودايما أقول للناس أنا تلميذ في مدرسة التمثيل، لأن اللي يقول إن في نهاية وفي قمة ونهاية لممثل أقول له لا، أنت كذاب أبدا. فأنت بتختار هذه الأدوار. في واحد بيعمل دور بامتياز.